في فترة التمانينات كانت فترة كلها معجونة فن. أفلام سياسية تلاقي، أفلام رومانسية تلاقي، مسلسلات، أفلام كوميدية تلاقي، على كل لون. الفن كان في مصر، وكانوا أحسن نجوم الفن في مصر معروفين كلهم ما شاء الله عليهم. رب اللي توفى وانتقل الى رحمة الله رحمة الله عليه، واللي موجود ربنا يديه الصحة ويديهم العمر كمان وكمان. من النجوم اللي في فترة التمانينات اللي كانت شايلة السوق كله على كتافها كان النجم عادل إمام، وكمان النجم محمود عبد العزيز وغيرهم. يعني دول مش لوحدهم، لكن تعالوا في فترة الثمانينات نشوف عادل إمام كان من أهم نجوم الفن في مصر، وكان أغلى نجم في مصر، وأكتر إيرادات في مصر، وأعلى أجر في مصر. لكن بعدها دخل محمود عبد العزيز بعد مسلسل رأفت الهجان. كان مسلسل الفنان عادل إمام الأول كان عامل مسلسل اسمه دموع في عيون وقحة، وكان بيقدم شخصية جمعة الشوان. وبالمناسبة جمعة الشوان دي شخصية حقيقية، يعني مش كده وكده ولا متألفة وخلاص، دي قصة من الملفات الجاسوسية المصرية. وكان الفنان عادل إمام طبعا معروف انه هو ممثل كوميدي، لكن لما عمل المسلسلات في التلفزيون منهم دموع في عيون وقحة، وبعدها أحلام الفتى الطاير اللي هو إبراهيم الطاير، كان مسلسل رأفت الهجان لما اتكتب أصلا عشان عادل إمام يقدمه. والصراحة ده لنجاحه في مسلسل الجاسوسية بتاع جمعة الشوان. لما اتعرض عليه المسلسل قدمهوله الكاتب صالح مرسي، قدمهوله بطريقة الفلاش باك، فالموضوع ما عجبش عادل إمام قوي، فقال له انا هعمل المسلسل لكن غير لي تركيبة الحدوتة. فصالح مرسي أصر، قال له لا، الحدوتة هتتعمل زي ما انا كاتبها كده، وكل واحد فيهم تمسك برأيه. طبعا الأدوار اتوزعت على الناس الكبار، زي مثلا يوسف شعبان، وزي نور الشريف اللي كان هيعمل دور عزيز الجبالي اللي عمله بعد كده الفنان محمد وفيق الله يرحمهم. هما الثلاثة. المهم المسلسل بعد كده عرضه صالح مرسي على الفنان محمود عبد العزيز، وده كان باقتراح من الفنان نور الشريف. لما قال له ان عادل امام، قال له مين اللي هيعمل اصلا دور رأفت الهجان، فقال له عادل امام. فطبعا نور الشريف رفض العمل في الوقت ده علشان هم كانوا مصرين ان هو عادل امام اللي يعمله، لنجاح عادل امام طبعا في الاول، وان هو النجم، يعني هو اللي مكتسح السوق في كل حاجة، سواء سينما سواء مسرح سواء تلفزيون، كان عادل امام. المهم ان نور الشريف اعتذر عن العمل بالفعل، فكان دوره بعد كده راح لمحمد وفيق. بعد كده لما الكلام اختلف والدور راح لمحمود عبد العزيز، وده بناء على ترشيح من نور الشريف، لما قال ان عادل امام ملامحه مصرية جدا وهيتكشف بسهولة، لكن الدور المفروض ان هو يلعبه واحد ملامحه اجنبية. فكان الترشيح لمحمود عبد العزيز من نور الشريف، وكان والبديل كان حسين فهمي او يحيى الفخراني، لان هم الثلاثه بيض كده، وايه تحس ان هو ملامحهم شويه غربيه عن المصريه. ولما الدور لعبه محمود عبد العزيز خلاص اوريدي كان اعتذر عنه نور الشريف، والدور راح لمحمد وفيق ومضى عليه وقد كان. والدور لما راح لمحمود عبد العزيز وعادل امام عرف، فزعل جدا ان محمود عبد العزيز وافق بالدور. كان يعني على اساس ان صالح مرسي هو اللي هيغير في الكلام ومش هيستغنوا عن عادل امام، ولكن عمل الدور محمود عبد العزيز وعمله بشكل حلو جدا، لدرجة ان هو لما اتعرض في التلفزيون كل القهاوي كانت بتبقى مليانة على تمة عينها عشان يسمعوا المسلسل. البيوت كلها هس،
الشوارع فاضية. وساعة مسلسل التتر البداية والنهاية كانت كل الموسيقى بتاعت مسلسل رأفت الهجان طالعة من كل مكان، يعني الناس كلها قاعدة تتفرج على المسلسل. والجزء الأول نجاح منقطع النظير. وهنا مش بقلل من مسلسل جمعة الشوان خالص، بس ده كان لون وده لون. وصراحة محمود عبد العزيز كان عامل الدور تحفة، لدرجة ان كان الاتفاق من الاول على جزء واحد. من نجاح المسلسل بقى 3 اجزاء، والثلاث اجزاء انجح من بعض. ده خلى عادل امام يزعل جدا من محمود عبد العزيز، رغم ان هو محمود عبد العزيز اصلا ما عملش حاجه. واحد جاله ورق حلو وقرا السيناريو وعجبه وعمله، ما فيهاش حاجه. دي اي حد في الدنيا هيفكر ان طالما جالي دور حلو هعمله. وياما ممثلين كبار الدور ما يحالف لهمش الحظ ويروح لزميل اخر ويحصل شيء من الغيره الفنيه، لكن تحصل قطيعه لمده سنين طويله، عشرات السنين. الصراحه ده كان الخلاف اللي بين عادل امام ومحمود عبد العزيز بسبب اختلاف وجهات النظر. وبعد كده عمل لقاء تلفزيوني. الفنان محمود عبد العزيز عمل لقاء تلفزيوني مع مفيد فوزي. ومفيد فوزي كان تعلوب شويه في الاسئله، فكان مستضيف ناس يقولوا رأيهم في عادل إمام، عشان أصلا الحلقة كان اسمها أغلى نجم في مصر، وأغلى نجم في مصر وقتها كان الفنان عادل إمام. فهو كان عامل الحلقة عشان كده، وكان بيسمع رأي الفنانين طبعا، مجمع من هنا ومن هنا ومن هنا، وبيسأل الفنانين كلهم عن رأيهم في عادل إمام. المهم هو ما كانش السؤال اصلا لمحمود عبد العزيز صريح عن عادل امام، هو كان بيساله، بيقول له يعني مفيد فوزي بيسال محمود عبد العزيز بيقول له هل الايرادات هي كل شيء؟ فرد محمود عبد العزيز قال له لا، ولكن، وكمل كلام كويس جدا عن عادل امام، لكن في المونتاج اتشال. بعد ولكن دي طلع بقى للناس ان محمود عبد العزيز مش حابب مثلا عادل امام. وكل الكلام ده لما بيتعرض على الشاشة طبعا الناس فهمت كده. جه بعد كلمة ولكن كده على طول مديحة كامل وهي بتقول معقول محمود قال كده؟ وطبعا قال كده دي عن مين؟ عن عادل امام. على كده يعني الحلقة طبعا لما اتعرضت للناس، وكان هو الوسيلة الوحيدة للترفيه، ما كانش في نت، ما كانش في فيسبوك، ما كانش في يوتيوب، الحاجات دي ما كانتش موجودة، عشان حتى الخبر كان انتشر كالنار في الهشيم زي دلوقتي. لكن وقتها كانت وسائل التواصل ما فيش غير الجرايد وما فيش غير التلفزيون، والجرايد دي كانت شيء أساسي الصبح، والتلفزيون هو السهرة. فالحلقة لما اتعرضت ومفيد فوزي طبعا لون الكلام، والكلام الحلو عن محمود عبد العزيز عن عادل إمام اتقطع في المونتاج من محمود عبد العزيز. طبعا الكلام وصل بصورة مش ألطف حاجة، ومحمود عبد العزيز فضل يدور على عادل إمام في الشوارع لحد الساعة 4 الفجر، لحد ما لقاه عند سمير خفاجة، وبدأ يشرح له اللي حصل وعشان ما يتضايقش. فالفنان عادل إمام قال له يا محمود أنا ما باخدش بالي من الحاجات دي، لكن الحقيقة أن هو كان سامع الحلقة عند سمير خفاجة، وكان متضايق جدا، وفضل الموضوع بينهم علاقة ما فيش اللي هو بس لما يقابلوا بعض في مناسبة في فرح أي حاجة يسلموا على بعض كده عشان الناس ما تقولش حاجة. لكن عادل إمام ما رجعش مع محمود عبد العزيز زي الأول خالص، خصوصا ان هما كانوا اصلا اصدقاء من قبل جمعة الشوان وقبل رأفت الهجان وكل الحاجات دي، وكانوا ممثلين مع بعض هما الاتنين فيلم مع نيلي اسمه عيب يا لولو عيب. لكن اللي حصل بينهم دي كانت غيرة فنية، والصداقة تحكم، وبما ان انت صديقي فما يجبش ان انت تقبل عمل انا في الاصل رفضته ومستني تعديل او مش تعديل. محمود عبد العزيز ما كانش يعرف، وعادل امام ما كانش يعرف ان الدور ممكن يروح لمحمود عبد العزيز، او ان الكاتب يصر على ان هو ما يغيرش الحوار، وعادل امام مصر على ان الحوار يتغير. فهنا كانت نقطة الخلاف بينهم. حلقة مفيد فوزي مع محمود عبد العزيز دي كانت تاني نقطة خلاف. النقطة الثالثة هم اشتغلوا مع بعض بعد كده في فيلم اسمه عمارة يعقوبيان، مشاهد بسيطة
ما اعتقدش ان هي ايه حولت نقطة الخلاف. لكن بعد كده كان في فيلم اسمه حسن ومرقص، هما الاتنين كانوا عاوزين يشتغلوا الفيلم، لكن محمود عبد العزيز كان عاوز وحيد حامد هو اللي يكتب الحوار، وعادل امام كان عاوز يوسف معاطي هو اللي يكتب الحوار. وطبعا بسبب كده اعتذر الفنان محمود عبد العزيز عن الفيلم بتاع حسن ومرقص، وقدم الفيلم بداله الفنان الراحل عمر الشريف. ودي كانت ثالث نقطة خلاف اللي خلت الخصام بينهم يستمر إلى وفاة الفنان محمود عبد العزيز الله يرحمه. ولكن هما الاتنين ما شاء الله عليهم نجمين ناجحين محبوبين موهوبين، وكل واحد فيهم له جمهوره، وكل واحد فيهم بقى ليه لقب. عادل إمام الزعيم، محمود عبد العزيز الساحر، والاتنين محبوبين في مصر، والاتنين الناس كلها بتحبهم. والموضوع كله كان اختلاف في وجهات النظر أدى لخصام سنين طويلة حتى وفاة الراحل محمود عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.